الثلاثاء القادم صدقني يا صديقي ممكن تتغير حياتك تماما. عندك هم، عليك ديون، بنفسك سيارة، بنفسك بيت، بنفسك زوجة، بنفسك انه الله يغفر لك كل ذنوبك، بنفسك انه تبدي بداية جديدة مع الله سبحانه وتعالى. الثلاثاء القادم يوم عظيم جدا. الثلاثاء القادم هو يوم الدعاء، يوم الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس. الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله ينزل بهذا اليوم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعزته وجلاله. أخس يوم على الشيطان، أكثر يوم يغضب به الشيطان يقول لله سبحانه وتعالى يا رب أنا أغويهم طوال السنة وأنت تغفر لهم في يوم واحد، يوم المعجزات. لا تفرطون بهذا اليوم. أنت بس تدري لو صمت بهذا اليوم اللي هو الثلاثاء القادم يوم عرفة أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادم. بس تخيل العظمة بهذا اليوم. سهام يوم عرفة والله تصيب لو أحسنت الظن بالله. يا أخي مستحيل تدعي دعوة من قلب صادق بيوم عرفة والله سبحانه وتعالى ما يستجيب لك إياها. كل الدعاء مستجاب في يوم عرفة. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور وكل مراد. يا أخي لا تفرط بهذا اليوم، تفرغ تام، وادعي بهذا اليوم، والح بالدعاء، واطلب من الله سبحانه وتعالى اللي تتمناه. يا أخي العلماء والصالحين تعرفون شو يسوون؟ السنة كلها ينتظرون هذا اليوم، يخزنون كل دعاويهم لهذا اليوم، ويوم الله يبلغهم يوم عرفة يبدون يدعون باللي يتمنون. تخيل سنة كاملة هم يجمعون أدعيتهم حتى يدعون بها بيوم عرفة. شغلتين لا تفرطها بيوم عرفة، صيام يوم عرفة والدعاء بيوم عرفة، لأنه الصيام يكفر لك ذنوب سنتين. الشغلة الثانية الدعاء لا تفرط به نهائيا. والله يبلغنا يوم عرفة يا رب. ولا تنسون تذكروني بدعوة بهذا اليوم العظيم. السلام عليكم.